الاوفر هاند ضربة خطيرة ومؤثرة جدا في الخصم، بس علشان تحافظ على دراعك وانت بتعملها لازم ان انت تعملها صح، لان مع التكرار الغلط ممكن ان هي تؤدي الاصابات في كتفك. في ناس بتعمل الاوفر هاند كده، معرفش هي ظاهرة في الكادر ولا لا، بس هنا مرة مع مرة مع 10 مع 20 ممكن يحصل التهاب في الكتف. يبقى لازم ان انت لما تيجي تعملها صح اطلع بيها وانزل كده كده، ماشية مع الميكانيزم بتاع جسمك مع كتفك مع النزول بجسمك عشان الارتكاز في اخر الضربة عشان تأدي التارجت بتاعها صح. يبقى الافضل ان انت بدل ما تعملها كده، هي ممكن توقع بس هتيجي لطشه وفي نفس الوقت هتأثر في كتفك مع الزمن. يبقى الافضل ان انت تعملها صح عشان تحافظ على جسمك، وفي نفس الوقت برضه هتأدي نفس الغرض بتاعها وهتوقع بيها القضية في الخصم. اطلع صح وانزل صح مع الارتكاز مع النزول بالشكل ده، مش كده، علشان كتفك كل ما بتحافظ على جسمك، دقنك، ضلوعك، كتافك، عضلاتك، الريست بتاعك، رجليك، كل جسمك عموما كملاكم، كل ما بتحافظ عليه كل ما عمرك بيطول في الملاكمه، وتضرب الضربات صح وهتوصل بيها لنفس التأثير بتاع الضربات اللي انت شفتها في الفيديوهات. ممكن يكون اللاعبين كبار ومستوياتهم عاليه بس هو اتعود عليها كده، ممكن تأثر صح في الملاكم اللي قدامه، بس مع الوقت يحصل الالتهاب ده يتحول لإصابة، ممكن تبطله في يوم من الأيام إنه يلعب بوكسنج تاني. فحافظ على نفسك واتمرن صح وخليك فاكر إنك بطل قصتك.